عايزين نتكلم النهارده مع بعض عن موضوع فيه جدل كبير جدا ما بين تقريبا 99% من ملاك العربيات في مصر. ياباني، ألماني، كوري، صيني، موديلات قديمة، موديلات حديثة. الموضوع ده فيه جدال شديد جدا جدا جدا، وهو بخصوص تغيير زيت الفتيس الأوتوماتيك. الناس بتخاف تغير الزيت. الناس بتخاف تغير الزيت. الناس عندها باك جراوند سيئه جدا عن تغيير زيت الفتيس الاوتوماتيك. انا قاعد مع واحد صاحبي فبحكي له والله ده انا بكره عايز اروح اغير زيت الفتيس الاوتوماتيك بتاعي، فلا يا عم بلاش، ده فلان كان غيره والعربيه الفتيس بتاعها باظ. ده فلان راح غير وبعد فتره لقى انه الفتيس مش عارف بيعمل ايه. ده فلان مش عارف عمل ايه. باك جراوند سيئه. اصبحت انا لو قاعد مع صاحبي اللي بيتكلم ده مستحيل اغير زيت الكيس بتاعي. واصبح الموضوع ده على مدار سنين بيتوارث او ناس بتنقله ما بين بعضهم البعض. واصبح انه الان في باك جراوند سيئه ومخاوف تجاه تغيير زيت الفتيس الاوتوماتيك بتاع العربيه. طب انت ما سالتش نفسك ليه مشاكل الفتيس بتظهر فعلا بعد تغيير زيت الفتيس؟ ليه؟ ما هو اكيد الموضوع يعني الصانع بيقول ان زيت الفتيس يتغير. اللي صنع العربيه عشان حضرتك تتكرم وتتفضل وتركبها قال انه زيت الفتيس ده ليه مده صلاحيه وبيتغير، سواء كانت مايلج او سواء كانت تايم، يعني كمده زمنيه او ككيلومتر حضرتك بتقطعه. طب المشكله بتيجي منين؟ هقول لك انا بقى المشكله بتيجي منين. المشكله بتيجي من انه حضرتك فرضا انا النهارده نزلت اشتريت عربيه 2012 2013 ايا كان، فاشتريت العربيه، انا مالك تاني واللي كان صاحب العربيه ده مالك اول، والنهارده احنا في 2023. الملك الاول او الملك السابق للعربيه ما غيرش زيت الفتيس من ساعه ما جاب العربيه في موديل سنتها، ولنفترض مثلا هي 2015 واحنا في 2000 او هي 2013 واحنا في 2023، في 10 سنين، وانا اشتريتها في 2023. اصبح ان العربيه بقى لها 10 سنين ما غيرتش زيت فتيس. قررت انا كطارق كمالك للعربيه في 2023 وهي موديل 2013 بقى لها 10 سنين، مشيت في ال10 سنين دول مثلا 200 300 الف كيلو، قررت اروح اغير زيت الفتيس الاوتوماتيك بتاعي بتاع العربيه اللي انا اشتريتها كصيانه. انا راجل فاهم ان زيت الفتيس لازم يتغير. الملك السابق مش فاهم ده او فاهمه بس مطنش، مش فارقه. طيب وانا الفتيس بتاع عربيتي سليم، اللي انا اشتريتها دي 2013 دي سليم مفيش فيه مشكله، رحت اغير زيت الفتيس، الفتيس باظ. ما هو لازم يبوظ، ما هو لازم يبوظ، يعني ما هو لازم يبوظ. زيت اتحرق جوه الفتيس واصبح متكون جوه كميه ريش رهيبه جدا في ال10 سنين شغل دول للعربيه على مدار 200 300 الف كيلو. ما هو لازم الفتيس يبوظ. اذا المشكله بتيجي مش من ان تغيير الزيت هو اللي بيعمل المشكله، بالعكس ده تغيير الزيت هو اللي بيحافظ على الفتيس اصلا. بس الناس عكست الامر نتيجه المواقف بقى، زي اللي انا الموقف اللي انا حكيته ده، هي المواقف دي بقى. طارق النهارده اشترى عربيه فغير زيت الفتيس فالفتيس باظ، فيحكي لاحمد، فاحمد يحكي ان ده طارق كذا، ففلان واحد تاني يغير فالفتيس يبوظ، فبدات العمليه تمشي كده. اصبح الناس عندها اعتقاد انه تغيير الزيت الفتيس غلط ما بيتغيرش. هي دي المشكله. انما يا جماعه زيت الفتيس بيتغير، والله الصانع هو اللي عمل كده، هو اللي بيقول كده. اللي عمل لحضرتك العربيه عشان تركبها هو اللي بيقول كده. وبدليل كم شركات الافتر ماركت الموجوده في السوق اللي بتنتج يوميا مئات الالوف من زيت الفتيس، هي مش بتنتجه لله وللوطن، مش بتخرج 5-6 اكواد لكل عربيه لله وللوطن. طب النهارده عندك اكتر من 10 شركات في السوق زيوت فتيس، ليكيمولي، موتول، مانول، موبل، شيل، رينول، شركات كتير جدا بتنتج زيوت فتيس، كلها شركات افتر ماركت وكلها شركات اخده اكواد لكل انواع عربيات الفتيس بتاعت كل انواع العربيات، ديكسترون 3، في اي، سي في تي، دي سي تي، دي اس جي، كل دي اكواد. هل الشركات دي بتصرف فلوس في الارض يعني؟ لا. فانا كنت حابب اطلع اتكلم عن المشكله بتيجي منين
وانه حضرتك لو ربنا كرمك وجبت عربيه زيرو وهتقعدها معاك 5 6 سنين، ارجوك غير زيت الفتيس بتاعك، ما تهملش فيه. مش علشانك، علشان اللي حضرتك هتبيعها له ما تضروش، ما تضروش، ما تسببلوش ضرر. لما هو يفكر خلاص اروح لازم تسبب له ضرر، انه يخاف يغير الزيت، ولو اقدم على خطوه تغيير الزيت الفتيس يحصل له مشكله. بس ما اتمناش اكون طولت عليك، ولو في اي استفسار ليك بخصوص زيت الفتيس سيبهولي وانا هرد عليك. السلام عليكم.